فوز. بحييك يا تامر بيه، بحيي ضيوفك الكرام. احنا سعداء بيك يا سياده المستشار اللي انت موجود معانا النهارده في برنامجنا في مداخله تليفونيه، ودايما بتنورنا في برنامج اهل كايرو. فعايزين النهارده بقى نعرف من حضرتك، والنهارده احنا بنحييك طبعا ان انت موجود في مداخلتنا النهارده في السوشيال ميديا، وايه رايك في الايجابيات والسلبيات، والعالم هو عالم غريب ومليء بمفاجآت كتير. انت ايه رايك من وجهة نظر حضرتك في السوشيال ميديا في الفترات الاخيره اللي احنا شايفينها دي؟ طبعا بتشرف ان انا بكون على برنامج اهل كايرو، وبحيي بودي مارلي وبحيي سندريلا، بحييكم جدا. والناس فاهمه ان انا ضد هذه النماذج وهذه الكاركترات، بس عايزين نقول ان في السينما المصريه من اول الابيض واسود لغايه النهارده في كاركترات نتفق او نختلف معاهم، الامر ده يرجع لذوق المشاهد. فهم بقى في الاول وفي الاخر كاركترات وناس مجتهده وعايزه توصل. لكن انا اللي عايز اقوله ان احنا ضد المحتوى المنافي للاخلاق والمنافي للاداب العامه، ده بس اللي احنا ضده. لكن كل حد يقدر يعمل. شفت لحضرتك بلاغات كتير كانت موجودة، وشفت لحضرتك على طول كنت بتهاجم المحتوى اللي هو لا يليق بمجتمعنا المصري، لان احنا مجتمع شرقي. فشفناك دايما مهاجم وشفناك دايما مدافع عن البلد، فانت واجهة مشرفة لمصر. فاحنا بنقول برضو الشباب في الفترة دي بتشوف بس انا عايز اضيف حاجة يا تامر بيه، معلش قبل ما تقفل معايا. ان في بعض قنوات بير السلم اللي هي بتبص من خارج اطار القانون. القنوات دي لازم ان احنا نتصدى ليها، ولازم ان احنا نقف ضدها. انا معاك في الجزئيه دي، ولان انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، لان احنا بنشوف كتير دلوقتي بعض القنوات اللي هي خارج مصر او بتبث من خارج مصر، بيطلع يقول لك اعلامي وبيستضيفوا الناس وبيطلعوا يعملوا معاهم لقاءات لا تليق بينا. وما يعني انا مش شايف ان في محتوى، لان الاعلام رساله والفن رساله. فانا مش عايز اضيع حق الهوا. رقابه برضو اكتر، رقابه اكتر يكون موجوده على اللي هي القنوات الخارجيه دي، ونشوف مصدرها طبعًا. ايه، ونشوف اولها واخرها. اكيد طبعا، اكيد انا معاك جدا، ومش عايز اضيع يعني وقت الهوا وضيوفك الموجودين معاك. لكن عايز اقول لك ان مباحث المصنفات واقفه ضد هذه القنوات، قنوات بير السلم والناس اللي بتدعي وتنتحل صفه اعلامي. البلد معاهم، وان شاء الله باذن الله هنساعد الجهات الامنيه في تحقيق انهاء هذه الظاهره اللي كلنا مش راضيين عنها. وبحييكم وبكرر تحياتي لكم. بشكرك يا ايمن بيه، بشكرك النهارده يا ايمن بيه، ودايما مدافع ودايما واجهه مشرفه لينا كلنا. نشكرك النهارده، ونرجع لسندريلا الشاشه ونكمل موضوعنا. وعايز اشوف بقى سندريلا الشاشه ايه هدفها في الفتره القادمه.